السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبيبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وبسعادة. النهاردة بقى معانا فيديو حلو قوي قوي جميل. النهاردة بصور بقى في بيت تركي كده، بقالي فترة مصورتش مع تركوة، فعايزة اقول لكم بجد الفيديو حلو قوي، كملوه، فيديو قصير، اتمنى يعجبكم ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو كده نقول بسم الله، واللي مش مشترك في القناه يشترك، وما تنسوش يا حبيبي تعملوا لايك وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. بصوا بقى، شايفين غرفه النوم ديت اللي هي بتاعه البنوته؟ هي معاها بنوته زي القمر كده، هتشوفوها برضك في الفيديو. السرير عاجبني جدا، وكمان الستاره اللي عليه شكلها في منتهى الجمال، وكمان الاوضه سيمبل جدا جدا، شايفاني كمان صغيره ولونها كمان حلو قوي، فبصراحة منظمة جميلة. هنا بقى بترتب الأوضة هي وبنوتتها، زي ما احنا متعودين ان كل حد يساعد مامته، اذا كان ولد اذا كان بنت. هي شالت السرير مكانه خالص عشان تنظف كمان، وكمان لما غيرت كمان شالت تنظف وغيرت الشكل بتاعه، شكل الأوضة خالص، فكمان ده يدي شكل جمالي وتغيير. طبعا انتوا عارفين لما بتحطوا بقى ايديكوا في الانتريه او في اوضه النوم او في رزق، يعني في اي مكان عامه يخص البيت، وتغيري فيه حاجه، بيبقى شكلها كمان حلو جدا جدا، وبتحسي براحه نفسيه. طبعا زي ما انتوا شايفين السرير ما شاء الله تقيل عليه، رغم ان هو صغير، بس اكيد انتوا عارفين الماتيريال بتاعته حلوه عشان كده تقيل.